السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم عن فيلم طعم اليونيكورن. فيلم طعم اليونيكورن فيلم من الأفلام اللي حبيتها جدا واتفرجت عليه، وحقيقي اتبسطت جدا من الفيلم. الفيلم بيحكي عن قصة مهرة صغيرة عندها طموح كبير وبتعرف تغني، وبتفضل قاعدة هي واتنين اصحابها الحمير، وانا هنا مش بغلط، هما حيوان الحمار. بتفضل قاعدة معاهم في المزرعة بتتدرب على اغنية هي اللي ملفاها، واصحابها هما اللي عازفين اللحن، لحد ما تشترك في المسابقة وتحصل المشكلة الكبيرة انها تواجه تنمر بسبب شكلها، وبالتالي هتاخد قرار انها تغير شكلها. اليونيكورن أسطورة معروفة قديمة، الحصان اللي لونه بينك وبيرمي تراب جليتر. فهنا بتحصل الحاجة بتغير حياة طعمة. وطبعا يعني الدبلجة المصري شابوه. أنا أي فيلم مدبلج ما كانش مصري انيميشن ما كانش مصري دبلجه، ما بحس كده ان في حاجه غلط. احنا يا جماعه متفوقين في الحته دي جدا. المهم، فاختار لي اسم طعمه، اسم حلو جدا بصراحه. هنعمل الاسم الانجليزي مش كده خالص، ولكن اسم حلو قوي. المهم، بيحصل ايه لطعمه واللي بيغير كل مجرى احداثه، بيغير حياتها. انها واقفه في المزرعه عادي وبتتمشى، تيجي عربيه محمله تحمل لون البينك ومحمله الجليتر، وهي بتشوف جزره في الارض، فبتمسكها كده وتحطها على دماغها. فايه ده، انا عندي قرن كده زي بتاع اليونيكورن. فالعربيه تاخد مطب، هوب، تاخد اللون بتاع اليونيكورن، وبتتغير احداثها كلها. I think you better go take a look at yourself. I'm a unicorn. حقيقي الفيلم بيتكلم عن الصدفه، ولكن بيتكلم عن حاجه مهمه جدا جدا، وهي ان الشكل مش كل حاجه، المهم الجوهر والمضمون. هي صوتها حلو جدا، بس علشان شكلها بقى حلو الناس اتفرجت عليها وصدقوها خالص وبقت اعلى نجمة، ولكن المضمون انها بتعرف تغني، ده اللي خلاها توصل للمرتبة دي. الفيلم حلو جدا، بيوصل رسالة حلوة. انا بعشق الافلام البسيطة اللي بتوصل رسالة مهمة جدا. يا جماعة، مش بالشكل، الانسان مش بالشكل، الإنسان بقبوله، الإنسان بموهبته، الإنسان بالحاجة اللي بيقدمها، مش بشكله إطلاقا. فيلم طعم اليونيكورن فيلم حلو جدا، بيوريك أكتر من حاجة. بيوريك المنافسة ما بين النجم اللي كان قبل طعمة والنزال اللي حصل ما بينهم. وراك إن الفلوس والشهرة ممكن تخليك تنسى أصحابك، أصحاب عمرك، ولكن طعمة بتفوق وبترجع تاني لاصحاب عمرها، وبتنقي اصحاب عمرها وبتختارهم. الحاجات دي قيم حلوة جدا. فيلم طعمة نجح في توصيل الرسالة بتاعته، بتنتهي نهاية لطيفة ان الناس بتعرف حقيقتها وبتصدق موهبتها، بتحبها على شكلها. فالمسج المهمة، خليك على شكلك وخليك على طبيعتك، والناس هتحبك لموهبتك مش عشان شكلك. Yeah, I can sing. Sing for us! Something's moving, something's there, something's blooming in the air. الفيلم فعلا حلو جدا، ناقش القضية دي حلو وبروزها وطلعها حلو جدا. اتبسط بيه، من الافلام اللي رشحها لك جدا، وهسيب لك لينك في البايو علشان تتابع الفيلم وتشوفه. فيلم حلو قوي قوي قوي، مش هقدر اقول اكتر من كده. القصة حلوة، التمثيل حلو، الدبلجة المصري يا جماعة حلوة. الناس لازم تلتفت للدبلجة المصري، لانها فعلا مهمة وبتحلي الافلام وبترفعها 90%، مش رقم بسيط من تحت كده بتطلع لفوق. الفيلم فعلا حلو قوي. تقييمي للفيلم ده 8/10، والفيلم جميل، لازم تشوفه. وده كان كل اللي عندي النهاردة. سلام.